وتعالى، والفضل لله سبحانه وتعالى، ثم للناس الداعمين وللناس المشرفين على البناء. الحقيقة أنهم ما قصروا، وأهل البلد الله يجزاهم خير بذلوا كل جهدهم ودفعوا من مالهم ودفعوا من وقتهم ومن جهدهم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم وحسنات الداعمين. وجودهم كله بالمنظر اللي انت شايفه ده. احنا عندنا مسجد من اكبر مساجد المحافظه زي ما انت شايفه كده حضرتك. والمسجد ده مش موضوع مسجد، المسجد ان هم الاخ ابو عبد العزيز والاخ الداعم وكلهم اصروا ان احنا نعمل اساس يحمل 8 ادوار. فده حضرتك هيتعمل مركز غسيل كلى، وان شاء الله هيتعمل حضانات اطفال، هيتعمل بمشيئه الله تعالى عيادات مختلفه في جميع التخصصات الطبيه، هيتعمل تحاليل طبيه، هيتعمل اشعاعات، كل ده ان شاء الله بمشيئه الله وبدعمكم وبدعم الناس الطيبين المحترمين اللي مشرفينا. كبير سعاده اللواء جمال بيه عيسى، ومش عايز اقول يعني انسى اشخاص بعينهم، لكن الكل هنا صراحه تكاتف في هذا العمل وهذا الصرح الاسلامي الكبير ان شاء الله. وعلى فكره ده مش هيتوقف عند المسجد بقى، ان شاء الله في مراحل اولى ثانيه وثالثه، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفي ويؤجر صاحب التبرع. اولا الشكر لكل من ساهم، وعلى راسهم المتبرع الاخ الولد ابو عبد العزيز، الاخ سليمان الجبيلي والاخ عبد الرحمن العماري. يعني دول احنا بنشكرهم على جهودهم معانا ووقفتهم معانا. وبشكر كل واحد ساهم معانا في المسجد سواء بالاستشاره او بالعمل او بالبناء. وعشان ما انساش حد اشكر جامعه الفيوم كليه الهندسه الدكتور احمد عبد العظيم والمهندسين اللي اعانونا بالرسومات الهندسيه والمهندسين المشرفين وكل اللي عامل معانا واهل البلد اللي وقفوا معانا صغير وكبير ودعمونا. بناء 5 شهور. ونخص بالذكر الدكتور محمود الشيمي وكيل وزاره الاوقاف لانه سهل لنا كتير في تخليص الاوراق وانجاز العمل. النهارده احنا في افتتاح مسجد الحصري بحلفة، حاجة منارة إسلامية وصرح إسلامي كبير بيضاف للصروح الدينية والإسلامية. مسجد من مساجد الله سبحانه وتعالى اللي أهل الخير من المملكة العربية السعودية كانوا أصحاب الأيادي البيضاء على هذا الصرح الكبير. اسمح لي يا أستاذ علي، يعني والدنا الفاضل شيخ سليمان بن محمد بن عبد العزيز الجبيلي، والأخ الفاضل عبد الرحمن بن محمد صالح العمري، وسعادة المستشار سيد أحمد عبد الحافظ، وفضيلة الشيخ الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة. كل هذه القامات موجودة معنا اليوم وهم أصحاب الأيدي البيضاء على هذا الصرح الإسلامي. بنوجه لهم كل الشكر والتقدير. فضل من ربنا تم بناء هذا الصرح الشامل، التحفة معمارية بالجهود الذاتية وبفضل الجماعة السعوديين الأول وأهالي منشأة حلفة. بصراحة تعاون مثمر وأنجزنا إنجاز كبير. وإن شاء الله بعد افتتاح الدور الأول اللي هو المسجد هنعمل وحدة غسيل الكلى في الدور الثاني بإذن الله تكمل، وبعديها تحفيظ القرآن. أقيم المسجد على مساحة 400 متر مربع وبتكلفة تخطت 6 ملايين جنيه بالجهود الذاتية.